ها قول لي عايز ايه بسرعه قبل ما حد يشوفني. ما حد يشوفنا عادي يا عم، وانا جاي هنيك على المكسب والتألق اللي انت فيه يا ساس. لا حد يفتكر ان انا جاي بيراميدز ولا حاجه. لا يا عم مش ناقصين مكسحين، انا جاي اقول لك ان احنا نلعب معاكم السوبر. هو احنا بننسحب من السوبر عشان انتوا اللي تروحوا مكاننا؟ انت غبي يا ابني. طب ما يا اسطى اعمل ايه طيب؟ المفروض تنسحب انت كمان. ايوه بس دي بطوله. يا ابني افهم، انا انسحبت ليه؟ عشان احنا باصين لحته ابعد من كده بكتير. طبعا مش محتاج اقول لك اننا لو انسحبنا من السوبر هيبقى منظركم زباله. نادي شيك وانيق زينا يلعب معاكم ماتش مهم زي ده؟ فعلا مش هنلاقي انيق من كده. إيه المطلوب؟ هو طلب سهل وبسيط وطلب واحد، اننا نكسب الماتش. ايوه يا اسطى بس دي بطوله وجات لحد عندي، هقول لها لا؟ وبعدين بطوله في 90 دقيقه، يعني لو كسبتها دخلت اول بطوله في تاريخ بيراميدز. يا عم انت ايه الحلم الفكسان اللي عايش فيه ده؟ مفيش الكلام ده، كده كده الاهلي هيكسب. انت بتسخني يعني عشان العب الماتش؟ افهم يا حمار، القضية دي ما كانتش بتاعتي لوحدي، ولا مين اللي كان هيقفل النادي اخر السنة؟ مين؟ اديك شايف اهو يا سحس، النادي هيتقفل وما خدناش ولا بطولة وهيتخرب بيتنا. والله معاك حق، صعبت عليا، بس الجماهير والناس مالهم؟ يا ابني هو النادي بتاعي ده كيان كبير. كيان كبير احمر شرير، لازم نتحد عشان نخلص عليه. عاجبك حالك كده وانت بقالك 5 سنين ما نيلتش حاجة وشخليلة كده؟ انت يرضيك ان انت يتقالك زيك مش هيلعب تعالى سد مكانه؟ يرضيني. يرضيك؟ ايوه يا عم تقريبا يعني. انت حر، انا قلت لك وخلاص. بصراحه انت كلامك منطقي وكل حاجه، بس يا عم جيد انت فين يا عم جيد؟ بس يا سيدي، وضربات جزاء وشناوي انا رضيته بسندوتشين شاورما. تصدق انت مش جدع؟ فين نصيب ممس؟ طيارة يكونوا عندك يا كبير. وما تنساش الكاتشب.